السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في قناتنا. رياض محرز النجم الجزائري يواصل كتابة التاريخ مع الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفاز الأهلي بميدانه 4-2 على فريق نسف من أوزباكستان في مباراة برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال آسيا للنخبة. في مباراة مثيرة أمام نسف الأوزبكستاني، الأهلي وجد نفسه متأخرا بهدفين في الدقيقتين 34 و41، لكن رفاق رياض محرز عادوا بقوة وسجلوا هدفين متتاليين في الدقيقتين 65 و68 ليعيدوا المباراة إلى نقطة الصفر. وفي اللحظات الأخيرة الدقيقة 94 محرز يطل كعادته ويسجل هدفا عالميا منح به فريقه التقدم. ولم يتوقف الأهلي عند هذا الحد، حيث أضاف المدافع محمد سليمان الهدف الرابع في الدقيقة 15 بعد 90 ليحسم الفوز الكبير بنتيجة 4-2. جدير بالذكر أن فريق نسف أنهى المباراة ب10 لاعبين بعد طرد مدافعه في الدقيقة 13 بعد 90. وللتذكير، محرز مع الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة منذ الموسم الماضي المباريات 14، الأهداف 10، التمريرات الحاسمة 8، معدل مساهمة تهديفية كل 69 دقيقة فقط. رقت مرة أخرى، رياض محرز يثبت أنه نجم المباريات الكبيرة وصانع الفارق في الأوقات الصعبة. جرون.